السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيقابلك مواقف كتير تكشف لك ادعاءات الناس بالحب، ومواقف كتير كان المفروض تلاقي فيها الخير والحب اللي انت زرعته، ولكن للأسف بيترد لك عداوة. وبتقف تتساءل بينك وبين نفسك، أعاملهم نفس المعاملة وبطل جدعنة، ولا أعاملهم بإحسان ومردش الإساءة بإساءة؟ فخليني أقولك الموضوع من أبسط ما يمكن، إن بمنتهى البساطة محدش هيتعلم حاجة. انت هتخسر وقتك ومجهودك، والناس هتفضل تتصرف التصرفات اللي اتربت عليها. فبعد ما يمر عليك موقف واتنين وتلاتة من شخص واتنين وتلاتة، بنبتدي بمنتهى الهدوء نصفي الناس دي من حياتنا واحد ورا التاني. وده لسبب بسيط جدا، ومن ابسط حقوقك انك ما تربيش شخصيات سامة في دوائر معارفك او حتى علاقاتك. وده المعروف من الشخصيات السامة، تاخد وما تديش، تعمل فيهم معروف وما تلاقيش المعروف. ده غير ان هو ممكن يقول فيك كلام من ورا ظهرك ممكن ما يبقاش فيك اصلا. والحقيقة في جملة انا قريتها من فترة عجبتني جدا. المقولة دي بتقول: اذا قابلت شخص لا يستحق نبل اخلاقك فغير الشخص ولا تغير نفسك. يعني الخلاصة ابعد عنهم وما تعملش زيهم، وكمل بقيمتك مع ناس تستحق القيمة دي. دمتم في رعاية الله وامنه. سلام.